الأول خلينا ناخد تشبيه بسيط يقرب الفكرة من دماغك. تعالى نفترض إن أنت عايز تفتح مشروع وعايز مقر للمشروع ده، أو تفتح شركة وعايز مقر ليها. قدامك احتمال من الاتنين أو اختيار من الاتنين، يا إما تشتري شقة جاهزة، بس الشقة الجاهزة دي طبعا هتكون النظام بتاعها، التخطيط بتاعها مش على مزاجك، تمام، مساحات الأوض مش على مزاجك، أو مش زي ما أنت عايز، ولكن هتستخدمها، مضطر إنك تستخدمها، أو هتستخدمها زي ما هي، مش هتقدر تغير فيها حاجة. تمام. طيب الأوبشن التاني أو الاختيار التاني إنك تشتري حتة أرض وتبني عليها من أول وجديد، يعني تشتري الأرض وأدوات البناء وتبني، بس كل حاجة من الأول خالص على مزاجك. تمام. طيب مين فيهم بقى اللي نقدر نقول عليها هي زي المكتبة وزي الفريم ورك أو إطار العمل؟ الشقة الجاهزة هي المكتبة، هي المكتبة فيها كلاسز جاهزة بتستخدمها زي ما هي، ما تقدرش تغير فيها، أو فيها فانكشنز تستخدمها